الطريقه اللي قلنا: الشعير، الذره، شويه ديال الفول، شويه ديال الصوجا، شويه ديال الفاصه، حبوب يعني ماشي فاصه يابسه ومطحونه. يعني غادي نحاولوا نعطيو حوالي الصباح كيلو العود باش يخلينا نخدمو ترونكيل، ما يبقاش يضرب الباب او لا شي حاجه، باش تخدم على راحتك. واحد القضيه على التغذيه الاخوان، حنا راه ما كنقلبوش على الثمن، حنا عندنا الخيل ديال الكورس باش نكونوا متفقين. يعني هاد المقادير اللي غادي نعطيكم زيدوا فيهم. الا عطيت انا كيلو اعطي انت جوج، عطيت انا ثلاثه اعطي انت اربعه ولا خمسه، باش نكونوا متفقين. حيت انت باغي تسمن العود، انا ما عندي ما ندير بسمان ديال العود. انا العود ديال الكرسي الا سمان غادي يخليو ليه الغبره، باش نكونوا متفقين. يعني خليوكم معنا ونمشيو دابا. يعني كل واحد غادي نعطيه حوالي كيلو كما قلنا. كيلو الواحد فيه جوج ديال المعالق ونص من هذه. كما قلنا حوالي كيلو، انا كنعطي كيلو. المهم انت شوف شحال العود غادي ياكل ديالك. انا كنعطي حتى 9 كيلو 10 على حساب الوزن ديال الخيل. بالنسبه ديال الطبوريضه راه خاصك تعطي حتى 15 كيلو. كما قلت لكم عطيت كيلو، عطي انت جوج، حيت انت بغيتي العود يسمان، انا ما بغيتوش يسمان. واحد الفكره الاخوان، الا كنتي غادي تخدم العود الصباح من الاحسن ما تعطيهش العلف، عطيه شويه ديال الفوراج كما كنقولوا، واحد الباصه ديال الفوراج يعني شويه ياكلها العود، وخرج العود خدمه. الا عطيتيه العلف وخدمتيه غادي تكرفس على العود ديالك، يقدر يموت كاع. يعني هاد الفكره كنتمنى انها وصلت. زمره